السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم يوسف محمد. مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري. سوف نتعرف معا على موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل، ولكن قبل معرفة جميع التفاصيل لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل اعجاب للفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. امامكم التفاصيل الان. يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة نارية يوم الاثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر 2023 25/9/2023 تجمع بين نادي الزمالك صاحب الأرض والضيف نادي المقاولون العرب، وذلك في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لعام 2023-2024. يدخل نادي الزمالك هذه المباراة ويريد أخذ الثلاث نقاط الأولى له هذا الموسم بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدفين. أما المقاولون العرب هو أيضا يريد أخذ الثلاث النقاط الأولى له بعد الخسارة من بلدية المحلة الصاعد حديثا بهدفين مقابل لا شيء. فمن تتوقع يفوز في هذه المباراة؟ انتظر توقعاتكم. أما عن تشكيل نادي الزمالك فسوف تكون هناك تغييرات كثيرة عن مباراة بيراميدز، وسوف يبدأ في حراسة المرمى محمد عواد. 4 في خط الدفاع حاتم سكر ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحمزة المسلوسي. 3 في خط الوسط عمرو السيسي وأشرف رؤى ونبيل عماد دونجا. 3 في خط الهجوم مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وناصر منسي. تذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس المصرية 1 اتش دي، النقل الحصري الوحيد للدوري المصري، بصوت المعلق مؤمن حسن وحاتم بطيشة. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن ومصر وفلسطين ولبنان.